علشان الكفر ما يقعش من قطعة البانيه لازم تنزليه في زيت سخن، ما يبقاش بارد. ولازم بعد ما تعمليه بالخلطة بتاعته اللي هي البقسماط والتتبيلة، لازم تسيبيه في الفريزر شوية حلوين وينزل في زيت سخن. ولازم وانتي بتبطنيه بالخلطة بتاعة البقسماط لازم يعني تضغطيه جامد، يعني يبقى واخد كله بقسماط، ما يبقاش بس من على الوش بس. وهتاخدي احلى كفر ما يقعش اول ما تحطيه في الزيت. وهيبقى زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. بصي كده